بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي الغاليات. اليوم راح نشارك معكم روتين تحفيزي، ونشارك معكم كذلك وجبة الغداء. صراحة البنات، هذا الفيديو راح عنده تقريبا حوالي عام. يعني عام وهو عندي في الجاليري في التليفون. ايا قلت بغيت نسوبريمي، من بعد قلت علاه ماشي نبارطاجيه مع البنات، ربما هكا يعني يتحفزوا ولا كش ما يستفادوا ولو بالقليل من الفيديو. المهم هنا كيما شفتوا معايا البنات، دائما نبغي نبدا مع نبغي زعما في الفيديو نبدا معاكم الصباحي بالقهوه تاع الصباح. فطور الصباح اللي نحسه يعني اكثر وقت يعني نستمتع فيه صراحة. نحس روحي قاعدة مع روحي، نحس روحي مش عارفة، نحسه مميز. المهم البنات هنايا كيما شفتوا معايا، رحت حاجاكم سيقت غرفة الجلوس وخليتها تنشف، وجيت مباشرة باش نحضر وجبة الغداء. درت لا بيوري، درت طبعا بطاطا مع شوية ماء مع شويه تاع الملح، وبلعت عليها لا كوكوت وخليتها طيب. من جهه اخرى البنات، هنا عندي المرقز راح نديرها بهذه الطريقه اللي يجي ما شاء الله ولا اروع. في الطاجين تاعي درت الكميه تاع المرقز اللي عندي، درت حبه تاع بصل اللي تكون مرحيه. درت كذلك سنه صغيره فقط تاع الثوم، يعني ماشي بزاف، سنه صغيره تاع الثوم كذلك رابيتها، ونقلي كلش مع بعض بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. البنات انا كي نتهنى من الوجبه تاع الفطور ولا وجبه تاع الغداء ولا الوجبه تاع العشاء، نحس يعني تقريبا 60-70% من الشغل تاع الدار. مانيش عارفه، نحس روحي تهنيت. ما على باليش لا نتوما فاني كيما انا ولا راني غير وحدي. المهم البنات، هنا مع هذاك المرقاز درت ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره وقليتها مليح كيما راكم تشوفوا. بعد ما تقلات درت حبه طماطم اللي كنت ميكسيتها. انا دائما البصل الطماطم دائما نميكسيهم، يعني ما نربيهمش باش نستفاد كذلك من القشره تاعهم. هنايا البنات نعرفوا باللي المرقاز يكون ديجا متبل، يكون مملح. درت فقط كميه قليله جدا من الملح وفلفل الكحل فقط باش نكه يعني هذيك الحبه تاع البصل وتاع الطماطم. وهنا البنات هذيك لا بيوري بعد ما طابت لي، طبعا ندير باش تجيني بنينه بنينه بالبزاف، ندير مغرف كبيره تاع حليب بودره ولا لحظه، وندير مغرف كبيره كذلك تاع لا مارغارين، ونضربها بالباتور. البنات لا بيوري ما تضربوهاش بالميكسور، يعني ما تميكسوهاش بالميكسور باسكو راح تجيكم معلكه. وسوها بالباتور، يعني طحنوا هذيك البطاطا بالباتور. هنايا طحنتها مليح، وطبعا ندير عليها الحليب اللي يكون فايض. انا دائما الحليب اللي نديره في لا بيوري نفيضه ونتحصل على البيوري يعني اللي تكون بنينه بالبزاف، يعني اللي يذوقها راح تعجبه البنه تاعها. طبعا ذوقها دائما على الملح. وهنايا البنات كيما راكم تشوفوا معايا، هنايا كيما راكم تشوفوا هذاك المرقز طاب ويجي الذوق تاعه بنين بالبزاف، يعني افضل من اننا نقلوه مباشره. يعني نقلوه هكا كاريمون بلا ما ندير ولا حتى صوص، سيرتو هكا مع بيوري ولا مع لي بات ولا مع حاجه، يعني راح يجي الذوق تاعه بنين، وفي نفس الوقت راح يجي زاكي، يعني راح يجينا بزاف، ما راحش يجينا كمية تاعه تكون يعني زاكية. وهنا يا البنات كيما راكم تشوفوا، رحت مباشرة باش نفرش هذيك لا شامبر كيما شفتوا معايا، اللي في اول فيديو كنت حاشاكم سيقتها معاكم. فقط هنا دائما نبغي نحفزكم، نبغي نعطيكم هذيك الطاقة الإيجابية، نبغي يعني نشارك معكم يومياتي البسيطة، يعني على بساطتها، بلا تصنع، بلا بريستيج، بلا
بلا بروتوكولات، يعني رانا خواتات. هنا كيما راكم تشوفوا فقط البنات هنا في الصورة هذاك المركز يجي كيما قلت لكم ما شاء الله. حطيت هنايا سي بون، حطيت لهم يعني باش يفطروا، ورجعت باش نفرش هذيك لا شامبر. يعني بسيطه كيما قلت لكم. هذا الفيديو عنده عام وهو في الجاليري. قلت علاش لا، علاش نسوبريميه، يعني نطلعه هكا باش البنات يتحفزوا، سورتو يعني اللي يبغوا روتيناتي على بساطتها، يعني بلا كيما قلت لكم بلا تصنع. آه فوالا هنا نفرش التفريشات، ولا كيما اي ربة بيت، كيما آه اي امرأة في بيتها. هنا كيما راكم تشوفوا البنات الحيطان راهم عندي شوية مقشرين. يعني كي تكون البنات هكا طاشة في الحيط، ولا نغسل كي نغسلهم يتقشر هذاك الحيط. وكذلك راكم تعرفوا الأطفال. المهم أننا نكونوا يعني ما يهمنيش أنا الحيط مقشر ماشي مقشر، كل وحدة كل وحدة يعني كيفاش عايشة، كل وحدة وراضية بالعيشة اللي راهي عايشتها، الحمد لله يا ربي. المهم والأهم أننا نكونوا يعني نكونوا نظيفات، يعني نكونوا نقيات، نكونوا ما نخلوش الأوساخ تتراكم علينا. كي نحطوا حاجه نقيه، كي نفرشوا فراش نقي ريحتها تكون شابه. اما الحيطان ولا يعني مهما تكوني كاريه، مهما تكوني يعني دارك، مهما تكوني يعني عايشه في السيما، عيشتك بسيطه، عيشتك حمدي ربي دائما. المهم والاهم انك تكوني نقيه، لانه يعني الفقر عطاه ربي. الفقر عطاه ربي كيما عطى الغنى عطى الفقر، ولكن حاجكم الوسخ ما عطاهش ربي. يعني بشويه ما وشويه او جافيل دروك يعني كلش راه متوفر، لي برودوي كلش راه متوفر. يعني نقوا ديارنا ونقوا المحيط اللي داير بينا، ولا بلاصه اللي نكونوا عايشين فيها. المهم البنات هنا وصلت معكم لنهايه الفيديو. ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع السلامه.